هذا هو الكريم اللي دار حالة في الفيسبوك واليوتيوب، هو لتفتيح البشرة وتصفية البشرة، يبيض البشرة بطريقة رائعة، يعالج جميع مشاكل البشرة، يخلصك من ليطراس تاع الشمس، ليطراس تاع الخمار، الحجاب، يصفي البشرة، يخلصك من البقع، حتى النمش والتصبغات. على بها اليوم بغيت نشارك معكم هذا الكريم، يعني نعاود نفكركم به ونشارك معكم الطريقة، يعني على يعني عن تجربتي الشخصية، يعني كيفاش ديروه. وايضا راح نزيدكم يعني صابون تستعملوه مع هذا الكريم باش يعطيكم نتيجة يعني جد 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 رائعة وفي مدة جد قصيرة. فقط تابع معي الفيديو للأخير لأنه راح تكون فايدة كبيرة في هذا الفيديو، ومتأكدة إذا جربته راح تدعوا لي. سلام البنات، مرحبا بكم في قناة حواء ديز تي في 2. إن شاء الله تكونوا كاع غاية، وإن شاء الله صحتكم تكون بخير. بلا ما نطول عليكم حبيباتي، ما تنسوش تشجعوا الفيديو بجيم وتعليق باش دايما نشارككم جديد، يعني الوصفات والكريمات والمنتجات. المهم اليوم راح نهضروا على هذا كريم تاع دوس بلوس ولا بومادا تاع دوس بلوس. دير يعني السعر تاعها جدا رخيص، تقدروا كاع تشروها وديروها. هي يعني للاطفال يديروها عند تغيير الحفاضات، بزاف مليحه يعني للاطفال. وحتى يعني الكبار تقدروا ديروها، يعني عندها بزاف استعمالات. انا راح نشارككم اليوم طريقه تبييض، يعني كيفاش ديروها باش تبيض لكم البشره تاعكم. السعر تاعها يدير 18,500 ونص، يعني بزاف رخيصه، تقدروا كاع تشروها. كما قلت لكم راح تشروها من الصيدليات وراح تجيبيها. هي فيها زيت كبد الحوت واكسيد الزنك. هذه الكريمه طريقة الاستعمال راح تنظفي بشرتك مليح وديري هذا الكريم على وجهك، يعني تدهنيها على البشرة تاعك. للأمانة يعني أنا ما نكذبش عليكم، هذا الكريم بزاف 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 مليح، بصح في حاجة ماشي شابة اللي هي الريحة تاع، يعني تحسي ريحة، يعني تشمي ريحة السردين. مي النتيجة تاع، يعني تقدري على خاطر النتيجه تاعها تتحملي، تقدري ديريه غير نصف ساعه ولا ساعه في النهار ولا في الليل كما تبغي. المهم اذا كنتي متزوجه اكيد ديريه في الوقت اللي يكون فيه يعني غايب زوجك، ديريه باش ما يشمش يعني فيك هذيك الريحه تاع الحوت. ديريه وهو شويه جاي ثقيل. ايضا مليح لحب الشباب، ينقص من حب الشباب وينقص من الرؤوس السوداء. الدهني على البشره تاعك مليح، وخليه يعني كيما الماسك هو جاي ثقيل، يعني البشره تاعك راح تولي كاع بيضاء به. خليه نصف ساعه ولا ساعه ولا 40 دقيقه، يعني قد ما قدرتي. من بعد جيبي لي هذه الصابونه تاع ابو سعد بحليب الماعز، ما تجيبيش غير صابونه ابو سعد، لا، نركزوا هذه لي بحليب الماعز لانه هي اللي تبيض البشره وتصفي. وانا عندي عام ولا كثر وانا راني نغسل بها، نظن عام. يا البنات بزاف 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 شابه هاد الصابونه، خاصه اللي بحليب الماعز، تصفي البشره وتبيضها وتخلصك من الاسمرار، وبشرتك تاعك دائما بيضه ودائما صافيه. ننصحكم بها، وسبق وهدرت عليها في قناتي الاولى وشاركتكم هاد الصابونه. انتيا يعني باش تضربي بعصفورين بحجر، ديري لي هاد الكريم نصف ساعه ولا ساعه، من بعد غسليه بالماء دافي والماء بارد، وغسليه بالصابونه تاع ابو سعد، وحاولي ديرها يعني يوم بيوم، وشوفي لي البشره تاعك كيفاش راح تولي صافيه بيضاء خاليه من اي يعني من اي مشاكل. حتى هذوك البقع الاثار اللي طراس كاع راح تتهني منهم. ايضا ينقص من الرؤوس السوداء. وكما على بالكم اكسيد الزنك هو مضاد للاكسده، يساعدكم باش يجدد لكم خلايا الجلد ويحفز الكولاجين. ننصحكم تجربوها، وكما قلت لكم ديروها كي تكونوا وحدكم لانه فيها ريحه ماشي شابه، بصح النتيجه بزاف شابه. جربوها وشاركوني تجاربكم في صندوق التعليقات.